يا جدعان، هي ما اسمهاش مباراة مصر والأرجنتين، اسمها مسرحية مصر والأرجنتين، مسرحية الننوس والتحكيم المفقوس. وإن جيتوا للحق يعني هي ما اسمهاش برضو مسرحية مصر والأرجنتين، هي اسمها مسرحية مصر وولاد العمتين، عمتين ولاد العمتين في المطلق. ولو ما انتش مصدق كلامي اتفرج على الأعلام اللي جمهور الأرجنتين رفعوها بعد ما كسبوا مصر وانت تفهم انا قصدي ايه. يعني الحكام على مستوى العالم بيتكلموا عن الظلم اللي حصل للمنتخب المصري، والشعوب على مستوى العالم بيتكلموا عن الظلم اللي تعرض له المنتخب المصري. شفنا بعينينا جون يتلغي للمنتخب المصري كوبي بيست منه للمنتخب الارجنتيني يتحسب عادي، وانت متقدم لحد الدقيقة 80 2-0 وفجأة سبحان الله بقت النتيجة 3-2. ورئيس الفيفا اللي المفروض ان هو حيادي والحكام اللي هم المفروض انهم حياديين بيتبسطوا ويهللوا لما ميسي يدخل جول، ومؤثرين على مستوى العالم عشاق لميسي برضه بيتكلموا عن الظلم اللي وقع على المنتخب المصري. ورغم كل ده يطلع واحد من عبيد ميسي يقول لك المباراة كانت حيادية، بس انتوا اللي مصريين ما عندكوش روح رياضية وما بتتقبلوش الخسارة. خد ياض الفيديو ده على اساس مثلا ان مصر كل مرة بتشارك في كاس العالم وبتخسر بتطلع تقول احنا مظلومين، دي مش اول مرة يقولوا ان هم مظلومين يالا. ولما تشوف ميسي بيدعم مين وبيروح يتصور عندهم بلبسهم وبعلاماتهم، وتشوف حسام حسن كان بيدعم مين ورفع علم مين واتكلم عن مين، وحتى من قبل ما الماتش يبدأ تلاقي المصريين اللي بيدخلوا الماتش بيتم تفتيشهم تفتيش كبير، لكن الارجنتينيين بين قوسين ولاد العمنتين ما بيتمش تفتيشهم خالص. وحتى الحكم شخصيا لما ترجع تعمل سيرش عليه هتعرف هو اصوله جايه منين. وبعد كل ده يطلع لي واحد من عبيد ميسي بيقول لك السياسه عمرها ما بتتدخل في الكوره، وحسام حسن كان غلطان لما دخل السياسه وهو بيلعب كوره. خد ياض الفيديو ده. ولما كل العالم بعد مباراه مصر والارجنتين يكونوا بيتكلموا عن التكويس الاوفر اللي حصل لدرجه ان في ناس وصفوه بانها سرقه علني في وضوح النهار، كل الناس بتتكلم عن الفساد اللي موجود في الفيفا، ومع ذلك مفيش اي حاجه بتحصل ولا في اي حاجه بتتغير ولا غالبا الماتش هيتعاد ولا في تحقيقات هتتفتح. يطلع لي حد من المغيبين يقول لك لا بس الغرب هم اللي عندهم حياديه وشفافيه ومساواه بين كل الناس. خد، لا مش خد الفيديو، خد بجد بعضك واطلع بره الفيديو، لان لو لمحتك هطلع دي امك منك له. بعد الفضيحة التحكيمية اللي حصلت في مباراة مصر والأرجنتين واللي العالم كله كمشجعين وكحكام بيتكلموا عنها النهاردة، الإخوة المنبطحين العرب سواء مصريين أو من جنسيات تانية اللي طالعين يقولوا ما هو برضو الغلط على حسام حسن، يعني أنت ما كانش لازم ترفع العلم وما كانش لازم تتكلم عن إخواتنا، شفت أنت عملت إيه؟ أهو مستغلوا الموضوع ده وخسرونا، لو ما كنتش عملت كده كان زماننا كسبنا الأرجنتين. ودي قلة حكمة منك. هو أنا عايز أعرف الحكمة إيه دلوقتي؟ هي الحكمة النهاردة إن أنت تبقى معرض افاك لاي حد يدوس عليه؟ يعني انتوا من كلامكم ده معترفين ان في ظلم حصل في المباراه وان مصر كانت المفروض انها تكسب، سبتوا انتوا بقى الظالم اللي هو الفيفا وولاد العم اللي وراهم اللي بيدوا الاوردرز اللي اقصوا فريق مصر اللي بشهاده كل العالم كان فريق بيلعب كويس جدا وكان المفروض هو اللي يكسب، وخرجوهم بسبب حاجه سياسيه مش حاجه كرويه وراي حسام حسن بره الملعب كمان. انتوا سبتوا بقى الظالم ومسكتوا في المظلوم اللي اتعرض للظلم وبتقولوا انت غلطان انك عبرت عن رايك. هي دي بقى عقليه المنبطح. في مثل بيقول لك كده، قالوا للمنبطح ابقى مظلوم وتغلطني، قال لهم اعذروني اصلي بنام على بطني. وبعدين ايه الحكمه في ان واحد ما يتكلمش او ما يعبرش عن رايه وهو في كاس العالم؟ يعني المفروض ان احنا ما نتكلمش عن اخواتنا في الكوره عشان ممكن يخرجونا من كاس العالم، ما نتكلمش عن اخواتنا في الفن علشان هيقلبوا علينا، ما نتكلمش عن اخواتنا في الاعلام علشان ممكن يعاقبونا، ما نتكلمش عن اخواتنا في الشغل لانهم دلوقتي ما شاء الله مسيطرين على كل الشركات العالميه فهنترفض، وما نتكلمش طبعا عن اخواتنا على السوشيال ميديا عشان هيتعمل لك حظر من المنصات. قبل ما نتكلمش عن اخواتنا في كل ده، امال نتكلم عنهم فين؟ في الحلم بس؟ كل ده يا عزيزي المنبطح مش لافت نظرك ان ده مخطط؟ ان كل الجهات دي يعني عاملين تخطيط كده ان هو عايزك تفضل في التفاهه، تفضل في الهيافه، لكن ما تجيبش سيره اخواتك، ما تقولش كلمه حق، ما تحاولش تفتح عينين الناس على الحق لحد ما قضيه اخواتك تنتهي. انت بقى عشان عايز تكسب ماتش ولا حتى عشان عايز تكسب كاس عالم، ودي في الاخر لعبه
وحاجة تافهة، مستعد تضحي باخواتك وبقضيتهم وبالإنسانية عموما. ما هو فعلا على رأي المثل، قالوا للمنبطح ازاي تقول لاخوك غور، قال لهم اعذروني اصلي بتكيف من الزنبور. وبجد بعد ما شفنا المهزلة اللي حصلت في مباراة مصر والأرجنتين وان التكويس على عينك يا تاجر، عزيزي المنبطح لسه عندك امل انك بتقول لو ما كناش رفعنا العلم كان ممكن المنتخب المصري يوصل؟ ما انتش قادر يوصل لك ان كده كده رفعت العلم ما رفعتش العلم كان هيبقى ليك سقف وكنت لازم هتتقص، لان واضح ان السياسة العامة ان مش مسموح لك كمنتخب عربي انك تبقى تقيل وشديد وتنافس وتوصل للنهائي وتبقى رمز ودول العالم او شعوب العالم تتكلم عنك. للاسف ده الوضع مش بس في الكورة، ده في كل حاجة، في الكورة وفي السياسة وفي الفن وفي الاقتصاد، في كل حاجة. يعني طالما انت بتنتمي للمنطقة دي انت ليك سقف مش هتعديه مهما كنت ممتاز وكويس. عارف امتى بقى توصل؟ لما انت تبيع اخواتك وتبيع قضيتك وهويتك ودينك، ساعتها بقى ياخدوك ويوصلوك حتى لو انت فاشل، زي كده بالظبط ما عملوا مع ميسي في مباراة مصر. انت ايها المنبطح مستعد بقى انك تبيع دينك وهويتك وقضيتك وكل حاجة علشان تاخد كاس العالم؟ طبعا المنبطح هيقول لك مستعد جدا، لان المنبطح معروف انه بيحب ياخد اي حاجة. الشخص المنبطح ده ايه اكتر حد شبهه؟ فاكرين الشخصية دي اللي كانت في الفيلم بتاع احمد عيد، اللي هو قاعد يقول لك والله لا نضفونا والله لا نضفونا، ولما جوله برضه ما عملولوش اي حاجة، بالعكس دول داسوا عليه، لان مهما كنت انت منبطح برضه هيفضلوا شايفينك اقل منهم. أقدم لكم الفنان محمد السباعي، المهنة جوز آية سماحة، عاطل يبحث عن الأضواء بأي شكل من الأشكال. يعني الأول يطلع يعمل ترند الصورة بتاعت المشبك في الأسانسير مع المدام وتوصل للترند، بعدها يقعد يفكر إيه اللي ممكن يوصلني دلوقتي أثير الجدل إزاي، فيقرر إنه ينزل فيديو وهو بيشجع منتخب الأرجنتين قدام منتخب مصر عشان يوصل للترند. برافو 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 يا ميمي. إيه يا جماعة اضحكوا، دي ميمي دمه خفيف موت. والله انا طول عمري اعرف ان كلمة الدياسة حتى في اللغة العربية مربوطة على مراتك، على اختك، على امك، على بنتك، لكن اول مرة اعرف ان في نوع من الدياسة مرتبط بارضك وببلدك. هيطلعوا برضو ناس يقول لك طب يا جماعة دي حرية الشخصية، يشجع الفريق اللي هو عايزه. يقول لك صح، الموضوع كله انتماء كروي ومجرد منتخب كروي، على اعتبار ان المباراة اللي كانت بين مصر والارجنتين كانت كورة بس وما دخلتش فيها السياسة، وده على اعتبار انه ما تمش اقصاء مصر ردا على موقف حسام حسن السياسي، وده على اساس ان مشجعين الارجنتين لما كسبوا رفعوا علم الكورة ما رفعوش علم دولة تانية، وده رمز سياسي. لا 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 فعلا يا جماعة احنا ظالمينهم. بعد كل ده الماتش كان مجرد كورة ومجرد انتماء كروي ومفيش اي سياسة خالص. هي زمان كان اسمها صاصة صاصة امك رقاصة، النهاردة هيبقى اسمها صاصة صاصة انت الرقاصة. لو في حاجة واحدة بس المصريين والمنتخب المصري كسبوها من مباراة مصر والأرجنتين أو مسرحية مصر والأرجنتين، هو أن أنت كشفت حجم الفساد اللي موجود في الفيفا قدام العالم كله. وبالمناسبة هو الفساد والتكويس وتحديدا فيما يتعلق بميسي دي حاجة كانت معروفة ومشمومة، بس يمكن أنت لما عملت المباراة دي أنت بينتها واضحة قوي بقى، يعني خليت اللي ما بيشوفش يشوفها. لو هي دي الطريقة اللي هنكسب بيها كاس العالم، أنت لازم تبقى منبطح ولازم ما تتكلمش عن إخواتك ولازم تمشي على قوانينهم وتبقى بتبوس رجليهم، خلاص ملهاش لازم. ولو انك تبقى راجل محترم وعندك موقف وعارف حريتك وحقك انك تتكلم عن اي حاجة انت عايزها في اي مكان، زي ما حسام حسن عمل في المؤتمر اللي عمله بعد ماتش مصر والارجنتين، ده هيخليك تخسر فيبقى 100 اهلا بالخسارة. لانك تخسر وانت راجل ثابت على موقفك ومبادئك وبتوري العالم كله انك انسان حر، افضل 100 مرة من انك تكسب الكاس وانت خواجة. خواجة بمعنى ايه؟ يعني ما تعرفش العرق المصري الحر ده اللي عنده كرامة. وبعد التكويس الواضح الصريح الفج اللي شفناه في مباراة مصر والارجنتين، كان عندي امنية، ما اعرفش طبعا هي يمكن تتحقق ولا لا، بس ده اللي المفروض المنتخبات العربية تعمله الفترة الجاية، ان يكون في انسحاب كامل، نوع من انواع ان انا بوصل صوتي ان احنا مش هنشارك في كاس العالم طالما هو مسرحية. طالما المنتخبات العربية عندكم مشاكل معاها، ما هي المشكلة مش مع المنتخب المصري بس، هو ده حصل النهاردة مع مصر، بس كان وارد يحصل مع اي منتخب تاني. طالما هي الليلة كلها كوسة، خلاص اسحب بقى المنتخبات العربية. انا ليه اخش في حاجة اصلا انا من الاول عارف ان اللي قدامي جايبني علشان يتنطط عليا؟
طبعا الفيفا بعد ما العالم كله شاف ازاي انهم بيحبوا ميسي وبيطبطبوا على ميسي وبيشطفوا ميسي، هيبقى دلوقتي قدامها سيناريو من الاثنين عشان تبين نفسها. قال يعني بقى هي مش قصدها تدلعوا، يا اما هيخلوا في الاخر النتيجه الارجنتين ما تاخدش كاس العالم، يعني ممكن توصل للنهائي بس تبقى هي الوصيف عشان يقول لك شفتوا الارجنتين خسرت عشان تعرفوا ان احنا حياديين. يا اما هيسهل الطريق جدا قدام الارجنتين، يعني هيتعمد في كل الماتشات اللي باقيه ان اللي يصعد قدام الارجنتين يبقى اصلا فريق مش قد الارجنتين، فلما الارجنتين تكسب وتاخد كاس العالم يقول لك طب ما هو متوقع يا جماعه ان الارجنتين تكسب، ده احنا مالناش فيه واحنا ما بنتدخلش. ولو انه والله بالاداء اللي انا شفته، الاداء الواقع بتاع فريق الارجنتين قدام مصر، اعتقد ان الفريق ده فرق كتيره جدا من اللي لسه موجوده تقدر انها تفنشه في الشوط الاول كمان. ولكن في كل الاحوال هتبقى في الاخر القصه بتاعت كاس العالم دي مجرد مسرحيه. عشان كده نصيحتي للمصريين اللي متضايقين، المسرحيه لما بنتفرج ما بنتضايقش، المسرحيه لما بنتفرج عليها بنضحك، فابتسم بعد الهزيمه المفبركه، لان الموضوع كله من الاول ومن الاخر مترتب له وهم عارفين هم بيعملوا ايه. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، اللينكات بتاعتنا بتاعت السوشيال ميديا بسيبها لكم تحت، لينك قناه موفي نايت فعلى كده نزلت النهارده، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت برضو. ولو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي اللي مش عاجبك، عندك اقتراح فكره اي حاجه اكتبها لنا في التعليقات ونحاول نظبطها. وبنختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غيره.